كتير مننا بيعاني من مشاكل الحموضة، ارتجاع المريء، خنقة النفس لو كلت متأخر، وأسباب كتيرة قوي بنشوفها بتعمل ارتجاع مريء. ولكن أهم سبب من الأسباب هو ضعف العضلة السفلية للمريء، ودي بتيجي من عند ربنا، وبتيجي نتيجة زيادة الأحماض والأسيد والعصبية والمقلي والفاست فود. كل ده الأحماض بتزيد في المعدة، فبتبقى رحمة من ربنا الأحماض دي بتطلع لفوق، ولكن بتكوي الجدار بتاع فم المعدة فبيحصل له ويكنس أو ضعف. فبالتالي دي أول خطوة في مشكلة ارتجاع المريء. الحمض بيطلع على قلوي يحرقه لدرجة اللي بيحرق الأحبال الصوتية، بيعمل احتقان وبيعمل ضيق في المريء وصعوبة في الأكل وصعوبة في التنفس، وممكن يعمل انقطاع التنفس أثناء النوم. كل ده بنشوفه نتيجة ضعف العضلة السفلية للمريء. وناس كتير قوي بتاخد أدوية حموضة، مثبطات حموضة، ولكن ما بتتجهش نحو التشخيص الأمثل وهو منظار المعدة التشخيصي. في مراكزنا بنشتغل بمنظار المعدة التشخيصي النارو باند، التحليل الطيفي الاكتشاف المبكر لتغير الخلايا، وده عبارة عن منظار مضاد للفيروسات، ومنظار رفيع جدا غير المناظير القديمة، وبيبقى منظار تقنيته عالية، وبنخش بالكاميرا تحت تأثير منوم وليس مخدر. فبالتالي منظار أمان لطفل سنة، واحد كبير 90 سنة، ضغط أو سكر وقلب ما فيهوش تخدير تماما. وبنخش في 5 دقايق بالكاميرا بنفهم لو الصمام ده فيه مشكلة ضعف أو فتح حجاب حاجز بنصلحه من غير جراحة، لو في قرحة بنكويها من غير جراحة، لو في التهاب بناخد منه عينة. فبالتالي بيبقى في 5 دقايق بنشخص المعدة والمريء، بدل ما احنا من بره هي عبارة عن ماسورة. فبالتالي ما بنشوفش حاجة بالأشعة وما بيبيناش ايه سبب الحموضة أو ارتجاع المريء. يعني ببساطة نقلل الأكل المقلي والدسم، نمنع الأكل قبل النوم بساعتين 3، نستشير أهل الخبرة لو أنا عندي مشكلة ارتجاع مريء بقالها فترة طويلة. والتشخيص الأمثل والعلاج هو منظار المعدة العلوي التشخيصي عشان نفهم صح ونتعالج بطريقة صحيحة. نشوفكم دايما في مواضيع جديدة مع كلين دو.